السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا فيديو البسلة اللي احنا فرزناها قبل كده مع بعض على القناة، ومعانا هنا رز محمرينه بالشعرية. هنشوف طريقة عمل البسلة النهاردة، والجزر كمان اللي احنا فرزناه برضو مع بعض. هنشوف بقى بعد ما نطلعهم من التفريز هنعمل احلى طبق بسلة على طريقة اجدادنا، ورز حباية وحباية كمان مع الشعرية. احلى رز وشعرية تاكليه وبألف هنا وشفا. هنبدأ هنا نعمل الصلصة بتاعة البسلة. هنبدأ بالمادة الدهنية، وبعد كده هنضيف عليها البصل. اما يخش على صفار كده هننزل بمعلقة من الثوم المفروم، هنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم. لازما هنا الثوم ياخد مع البصلة لون علشان يدي طعم حلو للصلصة بتاعت البسلة. ادي البسلة اللي احنا مفرزينها اهي، وادي الجزر اللي احنا فرزناه مع بعض. تعرفي ان التسبيكة بتاعتك استوت ازاي لما المادة الدهنية تفصل عن الطماطم، تعرفي ان انت كده الصلصة بتاعتك مظبوطة. اول حاجة ببدأ بكوباية من المية العادية تغلي. اول ما تغلي بنزل بالشوربة بتاعتي، وهنا بنزل بالبسلة والجزر اللي انا فرزته. وبعد كده هعمل حبة من البطاطس، هقطعها مكعبات واحطها عليها. يبقى شكلها وهي بتغلي اهي، لسه كده في اول غليان بتاعها هننزل بقى حبة البطاطس اللي قطعناها مكعبات. دي طريقة جدتي كانت بتعمل بالطريقة دي. دي شكل البسلة بتاعتنا بعد ما استوت. شوفي بقى البسلة اللي احنا مفرزينها طلعت شكلها ايه في الاخر. احلى بسلة تاكليها. يلا مع بعض بقى نعمل الرز. هنحط حبة من الزيت الابيض، وننزل 3 معالق او 4 معالق من الرز. هنديهم تحميرة او صفار كده ذهبي فاتح. وبعد كده هننزل بالشعرية. الطريقة دي بتخلي طعم الرز يا جماعة حلو، غير ما بتعملي الشعرية الاول. هنا الشعرية مع الرز هيحمروا برضو اللون الذهبي كده الجميل. وبعد كده هنقلب الرز بتاعنا بقى ونقلبه تقليبه. هنضيف بقى الشوربة على الرز بتاعنا. هنحط معلقة من السمنة الزبدة لأنها بتعزز الطعم. السمنة الفلاحي. كده شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى، وشكل البسلة. احلى طبق بسلة تاكليه بعد تفريز البسلة. وده شكل الرز بتاعنا الجميل اللي معمول بنكهة السمنة البلدي الفلاحي. حباية من الرز متحمرة وحباية بيضة مديها طعم جميل جدا. شوفي شكل طبق البسلة عامل ازاي. ألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. لأول مرة يشوفنا يفعل زر الجرس ويشترك في القناة، واللي بيتابعنا يعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.